ستذكر لنا بالوثائق ولادة يعني أو الحديث عن ولادة المهدي. تفضل. قصة ولادة المهدي غريبة، ولكن القابلة التي كانت موجودة عند ولادته جميع روايات الإمامية الشيعة الإمامية تركز على موضوع أن التي كانت حاضرة عند ولادته هي حكيمة عمة الإمام الحسن. وبعدين مفاجأة غريبة جدا، بحثت في محمد الجواد، الإمام محمد الجواد، هل أجد أن من بناته بنت تسمى حكيمة؟ لم أجد. إذا هذه حكيمة أسطورة مخترعة. ولهذا هذا كتاب الإرشاد للمفيد لما يذكر محمد الجواد. طب ناخد بس المجلد، يعني هذا الإرشاد للمفيد هو مجلد واحد. نهدأ شيخنا عشان بس إخواننا الشيعة يراجعوا معنا هذه الكتب والمطبعة، يعني هو الآن على الشاشة مؤسسة التاريخ العربي، كتاب الإرشاد للمفيد. تمام. طيب. لما ذكر ترجمة أبي جعفر الذي هو محمد الجواد الذي تعتبر حكيمة بنته، قال: وكان منعوتا بالمنتجب والمرتضى، وخلف بعده من الولد عليا ابنه الإمام من بعده، وموسى وفاطمة وأمام ابنتيه، ولم يخلف ذكرا غير من سميناه. أين حكيمة؟ ذكرا. لحظة، لم يذكر حكيمة في البنات. فاطمة ذكرا لم يخلف البنات. لحظة ولم يخلف ذكر البنات. عجيب الكلام. طيب لحظة، شو فاطمة وأمام ابنتيه ولم يخلف ذكرا غير من سميناه. طيب جميل، هذا الإرشاد المفيد. هذا دلتنا بإيه؟ لا يوجد له ذكرا غير من ذكرنا، يعني هو أحصى الذكور وما أحصاش الأناث. طيب هذا كتاب الأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري. هذا المجلد رقم 1، الأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري. ذكر ترجمته وأما الإمام علي الرضا، ثم قالوا أما أبو جعفر محمد بن علي الرضا. قال: وله من الأولاد علي ابنه الإمام، وموسى، ومن البنات حليمة وخديجة وأم كلثوم، ويقال أنه خلف فاطمة وأمام ابنتيه ولم يخلف غيرهم. دول هي حكيمة. حكيمة واحدة ممن ذكرتها. لا، ما ذكر حكيمة. لها اسمين. ايش؟ لها اسمين. يعني اسم دلع مثلا يا شيخ شاوي؟ يعني لما في روايات. لا، علق بعدين. كشف الغمة في رواية أيضا قد ذكرت حكيمة لكن شكك فيها. طيب جميل، هذا كتاب حد يذكرها نشكك فيه. هو مش أنا، ليس أنا. هذا كشف الغمة للأفضلي. لما ذكر أولاده قال: وخلف بعده من الولد عليا ابنه الإمام من بعده، وموسى وفاطمة وأمامة ابنتيه، ولم يخلف ذكرا غير من سميناه إلى آخره. طيب جيد، هذه حكيمة. هذه ثلاث الكتب لم تثبتها أصلا. طيب. مناقب على حاجة، هذه الكتب لم تثبت أنها من بناته ولم تنفيها. طيب جيد. هذا مناقب على أبي طالب لابن شهر أشوب المازندراني. ذكر حكيمة لكنه نقلا يشكك فيها. طيب لازم يشكك فيها. هو مو أنا ده ابن شهر أشوب، ده زعيم الشيعة يعني. طيب يقول: قال ابن بابوي: سمى المعتصم بن محمد بن علي وأولاده علي الإمام، وموسى وحكيمة وخديجة وأم كلثوم. هنا ذكر حكيمة. ثم قال: وقال أبو عبد الله الحارثي: خلف فاطمة وأمرة فقط. يعني حتى لو قلنا أن حكيمة هذه مشكوك، هل هي بنته ولا ما بنته؟ إذا نخرج إلى نتيجة مهمة جدا، أن حكيمة هذه أولا لا توجد لعلي الجواد لمحمد الجواد بنت اسمها حكيمة. ثم لو وجدت فهو مشكوك فيها، واحد يثبت واحد ينفي. طيب نفترض أنها موجودة حكيمة، فهذا الشيخ. الكتب دي كلها يا راجل عشان تقول كلمتين. حكيمة هذه هي مصدر الإمام المهدي الذي إذا سقطت حكيمة سقط المهدي. تمام. لأنه ما في أحد أثبت الولادة إلا حكيمة. هذا مشرعة بحار الأنوار للشيخ محمد عاصف محسن، المجلد الثاني. يقول عن حكيمة هو خالص. هو بيثبت شيء مهم، وانت ما عرفتش تثبت ولادة المهدي، فهو بيثبت لك انه لم يولد. يقول يا شيخنا، يقول عن حكيمة، يقول: وحكيمة رحمها الله أيضا لم توثق، فهذه رواية غير معتبرة لا ينبغي الاعتماد عليها. حكيمة حتى لو كانت موجودة هي غير ثقة، مجهولة. فكيف تروي بحار الأنوار؟ مش كده؟ مشرعت بحار الأنوار. مشرعت بحار الأنوار محمد عاصم محسن. نعيد مرة ثانية. قال: وحكيمة
أيضا كلها شيعية لم توثق شيعية فهذه الرواية غير معتبرة لا ينبغي الاعتماد عليها. إذا أنا أطلب من الشيعة شوف بقى التدليس أن هذا الكتاب فيه يعني كلمات كثيرة تثبت حكيمة، ولكن يأتي علي من العراق. علي من العراق. السلام عليكم ورحمة الله. أخ علي السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أريد أسأل الأستاذ خالد لو سمحت. قبل يوم انتبهت على حلقة تفضل يقول بأنه هناك مهدي، يعني هو يقول إحنا نعترف بالمهدي لكن غير مولود. كيف؟ ممكن أتناظر وياك الآن على التلفزيون؟ تفضل أنت. خلي صوتك واضح. أعيد السؤال بهدوء. بيقول لك أنت تعترف بالمهدي لكن تقول غير موجود. انقطع الاتصال. أكمل يا شيخ خالد، ماذا تقول حول هذه الولادة؟ إذا لنا ثلاث مراتب. المرتبة الأولى يقول حكيمة غير موجودة. طيب ما المطلوب الآن؟ ما المطلوب؟ أن يثبت لي حكيمة بالكتب، هذا أنها من بنات محمد الجواد. تمام. ثانيا إذا أثبتها يكون محل اتفاق، مش واحد يقول موجودة أحد يقول غير موجودة، أو 5 قالوا مش موجودة واحد قال موجودة، مشكوك فيها. نعم. لا تعتبر أصل. المرحلة الثالثة أن يوثقها، ينقل لي عالم معتبر من علماء الحديث يقولون حكيمة التي روت قصة ولادة الإمام المهدي ثقة، أو ترجمتها كذا يعني توثيق ما يحتاج تكون ثقة، وإلا سقط المهدي. التي أخبرت بولادته مرأة مجهولة. تبنون مذهبكم على مرأة مجهولة أصناما وتعبدها وتقدسها. من الذي صنعها؟ التامري أو التمري الذي صنع لكم صنم الغيبة تعبدونه. امرأة وتقول لي ده يا أخي محمد، وتقول لي وثقها وإذا أثبتها وثقها من نواب المهدي. نعم. التمري أثبت الغيبة وحكيمة أثبتت الولادة، هما شخصان مجهولان. التمري مجهول أثبت الغيبة وحكيمة أثبتت